المنتخب الوطني المحلي تحت إشراف الناخب الوطني رابح ماجر ضرب الخضر بالثقيل وفازوا على المنتخب الرواندي في ملعب المنزه بالعاصمة التونسية بنتيجة ثقيلة وصلت إلى 4 أهداف مقابل هدف واحد. ودخل محليو الخضر المباراة بقوة وافتتحوا باب التسجيل عن طريق شافعي في الدقيقة 10 بعد ركنية من بن موسى، وبعد 12 دقيقة نجح المتألق عبيد في إضافة الهدف الثاني برأسية على الطائر، قبل أن يؤكد أشبال ماجر سيطرتهم في الدقيقة 29 بهدف ثالث سجله المتألق فاروق شافعي الذي بصم على هدفه الثاني في المباراة. وفي الشوط الثاني صنع المنتخبان بعض الفرص التي قلص من إحداها اللاعب كايومبا الفارقة للروانديين في الدقيقة 80 قبل أن يضيف اللاعب 80 لتنتهي المباراة بفوز محلي الخضر ب4 أهداف لهدف، أكدوا بها أن اللاعب المحلي ما زالت لديه كلمة يقولها، وبعثت الارتياح في نفسية الناخب الوطني رابح ماجر الذي يريد تدعيم المنتخب الأول بأفضل العناصر المحلية.